موضوع تاني، ولكن ما اتكلموش في الكلام اللي انا قلت عليه، غير ان هم اتكلموا في نبذ التعصب ما بين الجماهير ومش عارف ايه، والعلاقات تبقى جيده والعلاقات تبقى كويسه. يا عم مفيش مشكله، تمام. والكابتن محمود الخطيب دعا الكابتن حسين لبيب ان هو يزور النادي الاهلي، برافو كويس، انا مع الكلام ده كله. ولكن احب اقول للكابتن محمود الخطيب واقول للكابتن حسين لبيب مفيش تعصب ما بين الجماهير غير على السوشيال ميديا. اسمع مني يا كابتن محمود، اسمع مني يا كابتن حسين، لان الجماهير في كل بيت اهلاوي وزملكاوي، في كل بيت جيران اهلاويه وزملكاويه، لكل واحد زملكاوي اصحاب اهلاويه، ولكل واحد اهلاوي اصحاب زملكاويه. اذا شغل السوشيال ميديا ده ملناش دعوه بيه، ده مش تعصب. المهم الجماهير. التعصب بقى فين؟ التعصب في المدرج، الجمهور اللي بيروح المدرج. ما نشوفش الجمهور بقى بتاع النادي الاهلي بيشتم شيكابالا يوم مباراه الكاس، ما نشوفش جمهور الاهلي بيشتم عبد الله السعيد، ما نشوفش جمهور الاهلي بيشتم ناصر ماهر، ما نشوفش جمهور الزمالك بيشتم امام عاشور، ما نشوفش جمهور الزمالك بيشتم كهربا، ما نشوفش جمهور الزمالك بيشتم عمر كمال عبد الواحد. ده انا معاك في كده، ده بقى التعصب اللي المفروض تتكلم عنه، الجمهور اللي في المدرج مش الجمهور اللي في الشارع. الجمهور اللي في الشارع انا جاي، الجمهور اللي في الشارع انا وانت وده وده، اخويا ابن عمي نسيبي عديلي جاري صاحبي صديقي زميلي في الشغل، ده الاهلي والزمالك، ده الزملكاوي وده الاهلاوي. اللي كان عامل فتنه بقى وعلى السوشيال ميديا ما بين الجماهير وبيخلي الجماهير تقطع في بعضها هو علاء كاذب، علاء الكذاب، علاء اللي كان بيلعب على هدم الشعب المصري وشعب مصر بالفتن اللي كان بيعملها والكلام اللي كان بيقوله وقت الإخوان، وكان بيلعب على لعبة السياسة. ولما طبهم فلسع وهرب، بدأ يشتغل على ايه؟ على أكبر جمهورين في القارة الإفريقية، وهو جمهور نادي الزمالك العظيم وجمهور النادي الأهلي العظيم. دول أكبر ناديين وأكبر جمهورين وأكبر، يعني روح لي في مكان في العالم هتلاقي لي جمهور زمالك وهتلاقي لي جمهور اهلي. بتمنى يا مريم اكد عليا، هرد على اسئلتكم في الاخر يا جماعه، بس عشان ما اطولش الفيديو في الاخر عشان الناس بدا يلعب عليهم. النهارده كل التحيه وكل الاحترام لجمهور الاهلي المحترم اللي انا شفت تعليقاتهم تشرح الصدر كده وتشرح الصدر كده وتفرح. جمهور الاهلي اللي بدا يفوق وبدا يشتمه يقول له يا كذاب يا منافق، انت اتكشفت، انت لسه ليك عين، انت مش عارف ايه، انت عدو مصر، انت عدو الشعب المصري. ليه؟ لان البيع عمل فيديو النهارده ازاي الاهلي يروح لنادي الزمالك، ازاي محمود الخطيب يروح يزور حسين لبيب، المخطط اللي بقاله 200 سنه بيتعمل عشان يسوي الزمالك بالاهلي اهو بيتطبق دلوقتي. الزياره ديت بامر من فوق، امر من الدوله، مش عارف ايه، بعد ما الزمالك عمل. انت بتحزق ليه يا دبله؟ بتحزق ليه يا علاء يا دبله، يا علاء يا بداله يا منافق يا كذاب يا ضلالي؟ انت اتكشفت. الزياره دي كشفت واحد منافق ومدلس وخاين زي علاء كاذب. جمهور الاهلي دخل يشتمه لدرجه ان انا شفت تعليق لواحد اهلاوي قال له يا اخي روح بقى ربنا يولع فيك، ده انت كنت فاضل شويه وهتخليني اروح افجر نادي الزمالك، افجر نفسي بنادي الزمالك. شفت؟ ده راجل اهلاوي دخل قال له يا اخي اتقي الله بقى وروح في داهيه تشيلك وتولع فيه، انت كان فاضل شويه وتخليني اروح افجر نفسي في نادي الزمالك وافجر نادي الزمالك. عرفتوا مين العدو؟ عرفتوا مين اللي بيعمل فتنه؟ عرفتوا مين؟ الاعلام اللي بتكلم عنه، الاعلام المضلل، هو ده الاعلام المضلل. اما الاعلام بقى اللي بيطبل اتمنى يتغير، اتمنى يتغير. انا مع العلاقات تكون كويس، بس هل انا هاخد حقي من الاعلام زي ما الاهلي بياخد حقه؟ هل الكابتن ابراهيم عبد الجواد هينتفض ويصور ويجول ضد اي لاعب يعمل غلطه من النادي الاهلي زي ما انتفض كده على تصريحات ناصر ماهر اللي ما فيهاش غلط، اللي ما فيهاش غلط، وعمل نفسه لا اسمع لا ارى لا اتكلم انا اصم قدام احتفال محمد رأفت الناشئ اللي لسه بينشأ، الطفل اللي لسه بيقول يا رب يا هادي، وبيحتفل الاحتفال البذيء داخل نادي الزمالك اللي كان مستضيفه. مفيش حد يتكلم. هشوفه ينتفض، هشوفه بعد كده ينتفض لما تحصل حركه زي اللي عملها كهربا اللي سب فيها شعب مصر كله، مش لا ستات مصر كلها
اه ستات مصر كلها. ليه يا عم من ستات الزمالك؟ عشان كل الناس كانت بتتفرج على المباراه، كانت مباراه قمه بين اهلي وزمالك. الستات دي فيهم ام وامك واخت واختك ومرات ومراتك وبنت وبنتك، كانوا قاعدين جرح سماحهم بالالفاظ اللي قالها وجرح عينيهم بالحركات البذيئه اللي كان بيعملها، وما شفتش حد اتكلم، بل الناس كانت بتبرر وتقول احتفال كبير واحتفال عادي الناس بتحتفل بيه. وطلع الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي في احدى البرامج التلفزيونيه وهو بيضحك ويقول عادي يا عم ده احتفال عادي عادي. والكابتن احمد شوبير قال لك ده احتفال عادي، وما شفتش حد انتفض. هل الفكر ده كله هيتغير؟ انا هاخد حقي من الاعلام زي النادي الاهلي ما بياخد حقه؟ هل اتحاد الكوره هيدينا حقي زي ما بيدي النادي الاهلي حقه؟ هل هشوف الدنيا كلها والاعلام كله مش هيصدر لي ازمات قبل اي مباراه مهمه؟ مش هلاقي واحد طالع لي كده من قلب الدوره يقول لي اصل زيزو وشيكابالا بيضربوا بعض، اصل فتوح وشيكابالا مخاصمين بعض، اصل عبد الله السعيد بيعمل لزيزو كده وزيزو بيقول له انت ما تكلمنيش. مش هشوف الكلام ده. اصل مش عارف مين هيطفش من الزمالك وماشي جاي له عرض، اصل مش عارف ايه. وقبل اي مباراه مهمه للنادي الاهلي، الاهلي فيه كذا وفي احتفال وفي مش عارف ايه، والاهلي الفيفا بيكرمه والاهلي مش عارف ايه. هشوف الكلام ده يتغير؟ هشوف المهندس عادل القيعي بدل ما بيطلع هرس ابراهيم المنيسع في برنامج ملك وكتابه على قناه النادي الاهلي ويقول لك شغل نسوان، ويجيبوا تامر امين يقول نفس الكلمه شغل نسوان، بيتعمل شغل نسوان. احنا الفيفا بيكرمنا مش زي انديه ما افلاقيا. مين بقى اللي بيرمي شغل نسوان يا عم عدلي؟ يا باشمهندس عدلي عشان ما حدش يزعل. مين اللي بيرمي شغل نسوان؟ مين اللي موقف له كان غير نادي الزمالك؟ واللي هتقول لي يا عم ما الاسماعيلي كان موقف له كويس. هقول لك بس مين منافسك؟ مين المنافس التقليدي بتاعك؟ هو نادي الزمالك. هشوف كل واحد في الزمالك بياخد حقه زي ما كل واحد في النادي الاهلي ياخد حقه. الكلام ده لو حصل يا 100 مراحل، يا بص يا جفة مراحب بالنادي الاهلي فوق راسي. انا طول انا اتمنى، انا من اكتر الناس اللي بحارب التعصب، انا من اكتر الناس اللي عايز العلاقات تبقى كويسه، انا من اكتر الناس اللي عايز اشوف نادي محتاج اللاعب ده محتاجه احتياج فني، ما اشوفش لاعب تاني مش عاوزه، نادي تاني ما هوش عاوزه يدخل في الصفقه عشان يبوظها. زي اسمه مش عارف ايه اشرف، اسمه ايه اشرف بتاع بروسيا منشن جلاد يا جماعه، مصطفى اشرف اللي كان جاي الزمالك خلاص وراح الاهلي غلى السعر وعمله في الاخر ما جابوش. مش هشوف الزمالك يبقى بيفكر في مروان عطيه والاهلي يطلع يجري عشان معاه فلوس يروح يجيبه. مش هشوف الاهلي بيفكر في لاعب زي احمد قندوسي وخلاص خلص معاه ويروح الاهلي يروح يجيبه. الكلام ده لو حصل يا 100 مراحل، يا الف اهلا وسهلا بالنادي الاهلي وبجمهور الاهلي وبكل حاجه من ريحه الاهلي، اخواتنا وحبايبنا اهلا بيهم. بس اشوف الكلام ده بيحصل على ارض الواقع، ما اشوفش ان انت بتبقى حبيبي وصاحبي في وشي وبتديني في ظهري، ما اشوفكش بتحارب عشان ما تخلينيش اشارك في بطوله كاس النخبه وانا كان ليا الحق ان انا ليا الحق ان اشارك فيها، لان بطوله باسم جديد بمسمى جديد بلوائح جديده تسقط العقوبه عن نادي الزمالك. احنا انسحبنا، احنا اعتذرنا من كاس السوبر، خليها انسحبنا زي ما انتوا بتقول، احنا انسحبنا من كاس السوبر اعتراضا على الفجر داخل المنظومه الرياضيه، وان انا ما اخدش حقي من واحد زي كهربا لما يطلع يشتم الناس كلها وتيجي العقوبات لجنه الانضباط توقع على عقوبه، يجي الاهلي يقدم تظلم، التظلم يقول لك التظلم يوقف العقوبه عشان كهربا يشارك، ويروح الاهلي يرفع قضيه في القضاء المدني يطعن على شرعيه لجنه الانضباط عشان يعطل الحكم عشان كهربا يشارك في السوبر. واحنا اعتذرنا وكلنا طلعنا حيينا الاستاذ مرتضى منصور في الوقت ده في القرار اللي هو خده، وراح مكاننا بيراميدز لعب مكاننا. طيب وقعت عليه عقوبه يا عم، انا انسحبت يا سيدي، وقعت عليه عقوبه ايقاف سنه ما شاركش في البطوله ديت وغرامه ماليه، مفيش مشكله. البطوله اتغيرت، البطوله اتغيرت باسم جديد، كاس النخبه مكون من 4 فرق، قلت بطل الدوري بطل الكاس بطل كاس الرابطه، والفرقه الرابعه هيختارها اتحاد الكوره مع الشركه المنظمه للبطوله لان يهمها الفلوس، الا وهي نادي الزمالك. عشان الاهلي والزمالك فرقتين كبار لهم جماهيريه عظيمه فهينجحوا البطوله في مكاسب، وده اللي يهم الشركه الراعي. ضغط النادي الاهلي وعمل حرب وعمل كل حاجه
عشان الزمالك ما شاركش في البطوله. راجع اتحاد الكوره في كلامه، والزمالك ما شاركش. مش هشوف النادي الاهلي بيحارب ان انا ما شاركش في بطوله؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي ان انا كزملكاوي ما اتمنكش انك تفوز، وشيء طبيعي انك اهلاوي ما تتمنيش ان انا افوز. انا ببقى بتفرج على مباراه النادي الاهلي في الدوري بقول يا رب يخسر لمصلحتي، لمصلحتي. ما هو ده التنافس. انت بتشوف مباراه الزمالك بتقول يا رب الزمالك يخسر، ده لمصلحتك. على فكره ده حق مشروع، ولكن في اطار الادب والاحترام. في اطار الادب والاحترام. عمري ما طلعت شتمت لاعب من النادي الاهلي، ولا عمري طلعت شتمت مسؤول في النادي الاهلي. انا بهاجم، وبهاجم بشراسه وبقوه، ولكن بدلائل وبمستندات وباحترام. ما بغلطش في حد، حتى اللي بيغلط فيها في اللايف انا ما بغلطش في حد. فهل يا جماعه انا هشوف الدنيا دي كلها تتغير بالفعل؟ لو اتغيرت اهلا بالنادي الاهلي، وزي ما قلت لك كده في بدايه اللايف، يا جفت مراحل، يا جفت مراحل بالنادي الاهلي داخل نادي الزمالك.